طيب، بسم الله. النهاردة الخميس 8 يناير 2026. سنة جديدة جات أسرع بكتير مما أنا متخيل الصراحة. أنا كنت متخيل إن أنا يعني 2026 دي أنا هكون خلاص بقى، يعني حد كبير قوي، بس لسه يعني لسه نفس الشخص يعني. ما علينا. آه، مش عارف والله، انا حاسس ان السنه دي مفيش اي مشاعر، مفيش اي تخطيط، مفيش اي حاجه، عادي يعني. انا كنت مثلا اول يوم في السنه يوم السبت، يوم 29/12 ولا 30/12 يوم الجمعه. فانا يوم الجمعه ويوم السبت الاتنين واحد، عادي جدا، كأن النهارده لحد بكره الاتنين مفيش فرق يعني. بس كنت كل سنه بهتم قوي بحته ان انا اعمل اللي هو ان انا مثلا اشرب كوبايه شاي، فاقول انا شربت كوبايه شاي في سنتين. بس السنه دي قلت بصراحه الكلام ده ملوش لازمه، او ما كنت غصب عني بصراحه، كان عندي امتحان اول يوم في السنه، فكنت بذاكر، فذاكرت سنتين برضه. آه، الفكره اللي عايز اتكلم عنها هي فكره ان الانسان بشكل ما اتعود انه علشان يبدأ في حاجه لازم ان يكون معاه كل الماتيريال from A to Z، والطريق اكون عارفه من الاول للاخر بدون اي حاجة مش مبهمة، بدون اي حاجة، وتكون كل حاجة ظابطة 10/10 من قبل ما ابدأ. المشكلة في ايه؟ المشكلة لما انا ببدأ طريق مثلا، والطريق ده هو طريق مبهم، انا لسه مش فاهمه، بس انا عايزه يكون واضح 100%، وعرفت التراك كله الحمد لله، مبروك انا عرفت. بس اقعد بقى، خلاص احنا عرفنا، احنا اتبسطنا وعرفنا كل حاجة عن الطريق. طب ابدأ. لا، انا بس عندي لسه في لذة ان انا مبسوط ان في حاجة جديدة انا عرفتها، او ان في طريق حلو موجود، بس انا مش هبدأ فيه دلوقتي، انا هستنى اعرف عنه اكتر. طب ليه؟ انا هستنى اعرف اكتر وخلاص يعني، مجرد بس تحصيل لعلم، عمال تجمع كتب تجمع كتب بالظبط كده، بس انت ما بتقراهاش. فدي نفس الفكرة. اللي عايز اقوله ان احنا المفروض ان احنا نحاول شوية اننا نسعى ان احنا نطبق اللي نتعلمه. اتعلمت حاجة عن تراك معين والموضوع شدك، خلاص دوس فيه. اتعلمت حاجة عن اللغة دي مثلا مهمة، مش لازم تعرف هتعمل ايه لما توصل لحد ليفل C1، او انت عرفت مثلا ان السفر سي مثلا لأي دولة حلو، فانت خلاص عرفت ان السفر حلو وعرفت الطريق. مش لازم بقى تفضل تدور في كل الخبايا وكل الاسرار، وانت اصلا ما تتعلمش مثلا لغة البلد دي. فاهم قصدي؟ ف يعني اسعى للكام خطوة اللي جاية، ما تدورش على الطريق كله انك يكون واضح بالنسبة لك، دي مهمة جدا. لان مشكله انك بتجمع مصادر، عايز تتعلم مثلا تراك اي حاجه بقى تطبق على حياتك، عايز تتعلم تسويق، فانا عمال اجمع كورسات واجمع حاجات واشترك في دورات واشتت نفسي، بس انا ما اتعلمتش، انا ما طبقتش، ما عملتش اي حملات تسويقيه، ما عملتش اي حاجه. فانا ما اتعلمتش حاجه، انا مجرد بس عمال بجمع كورسات وما بداتش. بالرغم انك لو بدات في اي كورس ولو صغير، وبعد كده الكورس الصغير ده تبني عليه بعد كده خطوه اكبر، بعد كده خطوه اكبر، هتفضل تزود حصيلتك المعلوماتيه عن الحاجه دي لحد ما في الاخر تبدا تتقنها. اما احنا عاوزين، لا احنا عاوزين قبل ما نبدا يكون كل حاجه جاهزه وكل الماتيريال جاهزه 10/10 علشان نبدا. ولما بتبقى جاهزه المشكله ان احنا ما بنبداش. زي مثلا انا عايز ابدا قناه يوتيوب مثلا، فانا مستني احدث ماك بوك ام 4، تمام، المعالج الام 4 بقى جديد، ويا ريت يكون برو، مش الاير برضو، انا راجل يعني راجل عايز حاجه اعلى حاجه، اللي هو تقريبا مش عارف $5000 ولا حاجه. وعايز معرفش اي حاجه بقى، انا عايز مثلا احدث كاميرا، وعايز احدث اضاءه، وعايز طز، ما كل الكلام ده لو موجود، بس ما فيش فكره معينه تتكلم فيها، ايه لازمته؟ لو اديناك المعدات بتاعه تصوير الافلام اللي بيصوروا بيها، هوليود يا سيدي، خد معدات هوليود، وانت ما عندكش فكره، ما عندكش كونتنت، هيكون ايه لازمتها؟ ملهاش اي لازمه. فدي من العقبات الكتيره اللي لا، اللي انت بتفكر انا عايز احدث حاجه وعايز افضل حاجه، انت اشتغل شويه زي مثلا على اليوتيوب، اشتغل شويه عليه لحد ما يكبر شويه، بعدين تجيب معدات، بعدين تكبر اكتر، تجيب معدات احسن، تكبر اكتر، معداتك تكبر. اما انك عاوز تبدا معاك كل المعدات، صدقني اصلا هتحس باحباط، ما انت وصلت، انت وصلت للقمه من الاول. طب انت ايه جديد يعني؟ انت لما تحب تفرح نفسك هتعمل ايه؟ مفيش، خلاص. الموضوع يطبق على حاجات كتيره جدا، ولكن خلينا بس نشرب ميه الاول.
بس يعني اتمنى الفكره ان شاء الله تكون وصلت. هي فكره او عرفت توصلها كويس يعني. هي فكره ان ما تستناش المعدات المثاليه، لا انا ده فخ انا وقعت فيه وانت بتاع فيه وكل الناس عامه، ان احنا بنحب دايما الحياه المثاليه وافضل حاجه وافضل شيء يكون معانا دايما. بس يعني من رحمة ربنا بينا ان احنا ما معناش الحاجة دي. يمكن الحكمة من ده ان احنا نسعى علشان نجيب الحاجة دي. يعني انت لما ما يكون مثلا عندك احتياج لحاجة، فانت بيكون ده بنزين يقدر يشغلك او موتيف، حافز ليك تشتغل عشان توصل له، عشان تعرف تعمل الحاجة دي. بس دي الفكرة يعني. كان في مثال حلو قوي الباشمهندس احمد ابو زيد كان قاله. كان قال انك علشان مثلا تمشي في طريق ضلمة، لو انت مثلا مسافر وقدامك طريق والطريق ده كله ضلمة تمام، الكشاف بتاعك كشاف العربية هو بينور لك زي مثلا ال 200 متر ال 300 متر اللي قدامك. تمام، انت شايف ال 200 متر اللي قدامك، بعد انت شايفهم، بعدين خلاص هتمشي 200 متر، هينور لك 200 متر بعدهم، بعدين عديت 200 متر كمان هينور لك كمان 200 متر، وهكذا. فامشي كده في حياتك انك اعرف ايه المرحلة اللي جاية ايه، ايه اللي مطلوب مني اعمله بعد كده. يعني انك تدور دايما انك والله انا ممكن مثلا على المدى الاسبوع ده انا اقدر احقق كذا، والشهر ده اقدر احقق كذا. وحاول خطتك تبقى نوعا ما انت بتفكر على مدى اسبوع، شهر، ويوم. طبعا يعني اليوم ده بيزك اساسي جدا انك تكون عارف انا النهارده هعمل ايه او انا بكره هعمل ايه. فحاول انك تعرف الحاجه اللي المفروض تعملها في الفتره اللي جايه، تخطط للفتره اللي جايه. ما تخططش على مدار السنين، ما تقولش انا في خلال السنتين ثلاثه اللي جايين هعمل كذا. يعني انت مش ضامن تعيش اصلا يعني. فانت عشان تبدا حاجه، حاول تعرف عنها بشكل عام وابدا فيها، خد خطوات، طبق، بعد كده تتعلم. بعد كده لما تطبق وتتعلم هتغلط طبعا، فانت تبدا تتعلم من غلطك، فتجمع، هيحصل تراكم للخبرات بتاعتك مع الوقت. بعكس خالص لو انت قلت لا انا مش هبدأ غير لما اعرف كل حاجة، وعمال تتعلم علم نظري من غير ما تطبق، هتحس انك انت وصلت لنقطة انك بتتعلم بس، وانك عمال يعني بتتعلم بشكل سطحي جدا. على فكرة انت تحس انك وصلت للقمة، ولكن انت لا، انت لسه فوق، انت لسه بشكل سطحي. ليه بسطحي؟ لانك ما طبقتش. ف يعني برضو ممكن نربط دي بالتطبيق، انك لما تتعلم تراك حاول دايما تطبق. بتتعلم لغة حاول تتكلم. هتقولي انا مبتدئ، اقول لك حاول تتكلم كلام بسيط، موضوعات بسيطة. في مستوى متوسط تتكلم في موضوعات على مستواك اللي هو في النص. متقدم طبعا اتكلم مع ناس نيتيفز مثلا، ناس متحدثين اصليين. فانك تطبق ده اللي هيعلمك بجد. عاوز يا سيدي انا مهتم مثلا يعني بالبيزنس، فحاول تفتح لك حاجة صغيرة كده وتجرب. انا مهتم ان انا عندي مهارة معينة وبحب اعملها، جرب انك تعملها، جرب تشتغل. بحب مثلا امنتج ومعرفش ايه. آه، يعني لو اخدت 100 كورس عن المونتاج وما منتجتش ملوش لازمة. لو اخدت كورس واحد بس مونتاج وبدأت تمنتج فيديوهات وتصحح وتطور، احلى 100 مرة. نفس الفكرة البرمجة، خدت مليون كورس عن البرمجة وما كتبتش كود، والله بالنسبة لي صفر. يعني انت وبعدين انت ما عملتش حاجة. لا انا كنت باخد كورس وبكتب وراه وبتعلم وبطبق، لا طبعا انت كده تنين، هتلاقيك مع الوقت بتتطور وبتبقى احسن. بس فدي الفكره اللي انا كنت عايز اقولها. انا مفيش مانع انك تكون عارف الاطار بشكل عام. انت ممكن يعني رفلي او بالتقريب كده التراك ده، والله انا ممكن في خلال مثلا سنه هوصل لايه، في خلال سنتين هوصل لايه، تكون عارف الصوره العامه. ولكن انا بتكلم عليه انك ما تفضلش دايما في حته انك عاوز تفضل تجمع ماتيريال، تجمع داتا، تجمع كل حاجه حواليك تبقى جاهزه، ومحضر مكتبة كورسات قد كده وعامل سيف ل 500 كورس هناك. و طب وبعدين انت عمال مسيف كل ده وعامل كل ده ومبدأتش فيه. والمشكلة التانية لما تبدأ انك ممكن تبدأ يعني انت خلاص بدأت بس ما طبقتش، فانت برضو مش هتتعلم بالشكل اللي لو واحد غيرك مثلا بدأ ان هو يتعلم ويطبق هيتعلم احسن بكتير. حاجه في الميديك يعني في المجال الطبي برضو. فكره يعني انا بصراحه لما جربتها بتفرق جدا. انا اتعلمت مثلا حاجه في البطنه، مثلا مرض، مثلا اي مرض والله، الهيميبليجيا مثلا، الشلل النصفي تمام. انا اتعلمته وذاكرته من كتاب حلو جدا. طيب ممكن انساه صح؟ طيب اقول لك السر اللي يخليك فعلا ما تنساهوش، غير بقى التكرار المتباعد والاكتيف ريكول والحاجات دي كلها، انك تشوف على ارض الواقع.
جرب تنزل مستشفى وتشوف مريض في قسم الاعصاب مثلا، قسم النيورولوجي، عنده شلل نصفي. شوفه كده وانت حرفيا هيفضل ثابت يعني شكله كده في عقلك طول عمرك. مش هتنسى المرض، مش هتنسى الاعراض، مش هتنسى العلاج. لو انت بصيت على الشيت بتاع الدكتور كتب ايه، مش هتنسى. هتفضل فاكر كل حاجه لانك طبقت اللي اتعلمته. انا عارف ان احنا صعب شويه شويتين ان احنا نعمل ده في كل حاجه وفي كل شيء، لان طبعا الكليه بتبقى دايما حاطانا تحت ضغط كبير يعني. ولكن انا يعني بقول لك مثال انك فعلا لو جربتها في حاجه هتفرق معاك جدا. بس فالنهارده بشكل عام علشان نبقى مركزين اكتر، احنا اتكلمنا عن حاجتين. الحاجه الاولى هي فكره انك ابدا، ما تستناش كل حاجه تبقى جاهزه من الاول للاخر عشان تبدا. تاني حاجه لما تبدا حاول تطبق على الحاجات اللي انت بتتعلمها. بس بالتوفيق وسلام.